السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة وهنا، اللهم امين يا رب العالمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا موسم الزيتون والليمون في الوقت الحالي، فالحقوا هاتوا بقى عشان تعملوا رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. انا جايبة هنا 4 كيلو، كل بطرمان من دول شايل 2 كيلو لما بتاع ده زيتون. في ليمون طبعا انا جايبة كام ليمون؟ 2 كيلو ليمون على ال4 كيلو زيتون. كل 2 كيلو محطوطين في برطمان بنعصر عليهم نص كيلو، والباقي بنقطعه شرايح زي ما انتوا شايفين كده، مقطعينه شرايح وحاطينه في ايه مع الزيتون من فوق زي ما انتوا شايفين. وتعصروا بقى الباقي، يعني تعصروا الباقي عليه برضو، يعني تحطوا جزء وجزء، يعني قولوا نص كيلو معصور ونص كيلو ايه شرايح عشان ناكل منه برضو. وخلي بالكم القشر ده لما بيستوي مع الزيتون برضو بيبقى حلو يتاكل برضو، ما فيش مانع يعني. على فلفل، جايبه نص كيلو فلفل، مش كتير لانه مش عايزين هم حاجه ايه حراقه يعني جامد، او مش عايزين حاجه تكون مشطشطه. فاحنا جايبين حاجه كده ايه، احنا على سبايسي على خفيف، مش حاجه جامده يعني. المهم طبعا ايه حطيناه معاكم، احنا فتحت الزيتونه، يعني اديلها شكه كده بالايه، يا اما بالشوكه يا اما بالسكينه عشان تشرب من ايه، من الحاجات اللي احنا هنحطها. الميه هنا معايا، الميه حطيت عليها ايه التوابل اللي انا احطها. يعني عايزين انتوا تحطوا، لا طبعا حاطه شطه، فانا حاطه ايه بابريكا بس، على معلقه كبيره من السكر، على كيس ملح. نعرف ازاي ان الملح ده مظبوط معانا من غير اي حاجه، من غير ما نتعب نفسينا. انا حطيت كيس ملح على ايه، على الميه دي. هنا احط البيضه دي اختبار، لو طلعت البيضه زي ما انتوا شايفين كده على فوق وعامت، يبقى كده تمام، اللي ايه الملح معانا مظبوط. يعني التجربه معاكم وقدامكم، لان انا اختبرتها قبل ما احط الملح، سقطت في الميه، فاختبرتها بعد ما حطيت الملح خلاص عامت على الميه، يبقى كده الملح معانا مظبوط. انا بقول للي مبتدئين، الناس طبعا الخبره هم مش محتاجين ان احنا نقول لهم الملح مظبوط او مش مظبوط، هم بيظبطوا ايه الملح براحتهم عادي خالص، ما فيهاش اي مشكله. هنا بقى هوريكم حاجه تانية. كل بطرمان من البطرمانات دي عليها كوبايه خل. بوريكم حجم الكوبايه، ده مج مش كبير قوي، معقول يعني. هنحطه على كل بطرمان. ما تخافوش ان انتوا تقولوا الخل يهريه، لا طبعا خالص خالص، الخل بيحافظ عليه، بيقعد من السنه للسنه، ما يجرالوش اي حاجه. والزيت طبعا اهم حاجه مع بعضنا كده، الزيت لما ايه نحطه الزيت على وش البطرمان ده، طبعا ايه بيكتم معانا الهواء، بيبقى غلاف للهواء، ما يخشوش هواء خالص. نملى بقى البطرمان على اخر الميه، واحنا عصيرين ليمون، انا عصر ليمون عليه. انا مش معايره ولا اي حاجه والله، بس يعني ايه البركه من الله، مش معايره ميه ولا اي حاجه، بس هي بتيجي معايا ايه الحمد لله. زي ما انتم شايفين ده اتملى وده اتملى. معلش انا بصور لوحدي، فمعلش اعذروني بقى يعني لو طلعت الصوره مش مظبوطه، او بس انا بحاول انا ايه اجيب لكم التصوير مظبوط ان شاء الله. كده تمام. نحط بقى ايه الغلافه بتاع الزيت معانا اهو، بس اهم حاجه يكون زيت نضيف، لان احنا مش نكلف نفسنا الزيتون يبقى ب35 الكيلو، وتيجي بقى ايه تبخلوا على شويه الزيت دول. وزي ما انتم شايفين، واشوفكم على خير في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.